تعالوا النهاردة هنعمل أحلى عيش فينو مغذي جدا لولادنا، بس بطريقة بسيطة وسهلة. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا ربع كوباية مية دافية، عليها معلقة سكر كبيرة، عليها معلقة خميرة كبيرة، وبقلبهم حلو قوي وبسيبهم على جنب. طبعا زي ما احنا متفقين في كل فيديو بنختبر الخميرة بتاعتنا عشان نبقى ضامنين سلامتها، علشان ما نحطهاش طبعا على المقادير وما تطلعش شغالة. اول حاجة هنا معايا نص كوباية لبن دافي، وحطيت عليهم بيضة، وحطيت عليهم معلقتين سكر كبار، وكمان هحط معلقة خل كبيرة، وبقلبهم حلو قوي قوي مع بعضهم لغاية كده تمام، مفيش اي صعوبة يا جماعة. حطينا معلقة الخل ونقلبهم حلو. هنا باجي في البولة بتاعتي وبحط 4 كوبايات دقيق بكوباية المج العادية بتاعتنا اللي موجودة في كل بيت. حطيت عليهم ربع معلقة بيكنج باودر، وحطيت نص معلقة ملح، وبقلبهم حلو قوي. انا هنا استخدمت دقيق سنبلة الفرات لجميع الاستعمالات. طبعا الدقيق دوت انتوا عارفين ان انا بشتغل بيه على طول عشان نتيجته هايلة جدا جدا. حطيت الخميرة بتاعتي على السوائل، وابتدي احط كمان الدقيق علشان اعجن العجين بقى بتاعي واشوف العيش بتاعي. ومعايا هنا ربع كوباية مية دافية علشان اكمل بيها عجن. طبعا احنا قايلين ان دي بيختلف من دقيق للتاني حسب السوائل اللي بياخدها. ومعايا هنا معلقتين زبدة لينة بدرجة حرارة المطبخ، هنزل بيهم معلقة معلقة زي ما انتوا هتشوفوا كده العجينة في الاخر هتبقى ازاي. نزلت بالزبدة بتاعتي معلقة معلقة لغاية العجينة بتاعتي ما هتتماسك كده زي ما انتوا شايفين. اول ما الزبدة يا جماعة بتنزل على العجين بيبتدي يتقطع، ما تقلقيش جدا، هيبتدي بعد كده يجمع تاني ويتماسك. بنزل العجينه بتاعتي على الرخامه او على الترابيزه وهبتدي اعجنها تاني. اهم حاجه يا جماعه في المعجنات نخدم العجينه حلو جدا جدا عشان تطلع هشه وطريه من جوه، متطلعش مكتومه ومكتكته. بالنسبه للمعجنات يا جماعه اهم حاجه نخدم العجينه. امسك العجينه كده يا جماعه ما الاقيهاش تتقطع، الاقي العجينه كده بتمط مني زي الاستيك كده اهو بتمط. لكن لو لقيتها بتتقطع يبقى لسه عايزه تتخدم تاني، والدقيق بتاعنا لازم يكون فيه عرق بالنسبه للمعجنات. هنا العجينه بعد ما خمرت زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي انزلها على الترابيزه بتاعتي او على الرخامه علشان ابتدي اقسم العيش بتاعي. لغايه كده متهيالي مفيش اي صعوبه. العيش مغذي جدا جدا يا جماعه لاولادنا جدا جدا، بيض ولبن بصراحة، والنتيجة كمان هايلة جدا جدا هنشوف في الآخر. وما ننساش لسه هننزل العيش كمان بالزبادي وبطريقة اقتصادية وبسيطة وسهلة، هنشوف في الفيديو الجاي إن شاء الله. أنا هنا هبتدي أقسم العيش بتاعي. أنا هنا قسمتهم على 6 أرغفة فينو كبار. حابة انتي ال6 تخليهم 12 براحتك، بس أنا حابة أطلع الرغيف الكبير. حابة يا جماعة أعمل العيش الكبير، مش حابة أعمل العيش الصغير. أنا نزلت بفيديو قبل كده كان العيش الصغير، وهنعمل هنا العيش دوت الكبير. وبالنسبة كمان العيش اللي هيجي هتشوفوه بصراحة حكاية مفيش كلام. هنا جبت طبق بتاعي دهنته زيت، وهبتدي احط فيه العيش بتاعي، اكورهم كور زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيهم بكيس بلاستيك او ادهنهم زيت علشان الوش بتاعي ما يعملش اي قشرة. تمام تمام. هبتدي هنا بقى بعد ما ارتاحهم 10 دقايق ابتدي كده احط الرغيف بتاعي على الترابيزة عشان ابتدي افرده. وكمان ما ننساش عملنا الصينية بتاعتنا بورق الزبدة، دهنتها زيت ودهنت ورق الزبدة كمان زيت. مفيش ورق زبدة يا جماعة مفيش مشكلة خالص. هحط العيش في الصينية واسيب مسافة بين الرغيف والتاني، مفيش اي مشكلة، مش هنكلف نفسنا ونشتري ورق زبدة، مفيش اي مشكلة، مسافة بين كل رغيف والتاني وخلاص. ابتديت احط هنا العيش بتاعي على الترابيزة او الرخامة، وهبتدي افرده بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده. احنا متفقين هنا ان ده الرغيف الكبير. زي ما انا قلتلك حابة تخليه انتي القطعة دي تخليها 2 وتصغري الرغيف مفيش مشكلة، بس انا عاوزة اعمله الرغيف الكبير. العجينة دي يا جماعة عجينة التوست تمشي معاكم بالنسبة للتوست لانها بنفس المقادير. ابتديت اقفل الرغيف بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، والف للاخر خالص، ابتدي الف واحدة واحدة وابتدي اقفل الطروف بتاعته
علشان مع التخمير وفي الفرن ما تفكش مني. لازم اتاكد من قفله الرغيف حلو يا جماعه، عشان لما يخمر او يدخل الفرن ملاقيش التقفيل ده كله فك. اقفله حلو جدا واعيد عليه مره واتنين واتاكد ان الرغيف اتقفل حلو، واحط الوش بتاع التقفيل ده تحت. بالنسبه للصينيه حط الوش التقفيل تحت واحطه في الصينيه بتاعتنا، واخلص العيش بتاعي كله بنفس الطريقه. نفرد ونقفل حلو جدا عشان اضمن ان الرغيف بتاعي مقفول حلو وما يفكش عند التخمير والتسويه. وطبعا ما ننساش بكون محضره بخاخة الميه، وفي نفس الوقت بحضر الفرن اسخنها على درجه حراره عاليه، علشان المعجنات يا جماعه ما ينفعش تدخل على درجه حراره بسيطه واطيه. بدرجة الحرارة بتاعت المعجنات تكون عالية. ومعايا هنا صفار البيضة بتاعتي ومعلقتين اللبن، وابتديت ادهن العيش بتاعي. ولو عندك سمسم او حبة البركة وحابة تحطي مفيش مشكلة، ما عندكيش خالص مفيش اي مشكلة. مش حابة تدهنيه اصلا بيض ولا اي حاجة، دخليه الفرن كده. اي حاجة يا جماعة متاحة، مش هنقف على حاجة ابدا. العيش بقى بتاعي طلع بعد ما بخت الميه وشلت ورقه الزبده، ودي النتيجه. بس بصراحه يا جماعه النتيجه هايله ومرضيه جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين الرغيف من تحت ومن فوق، ولسه كمان هنشوفه من جوه عامل ازاي. حاجه كده يا جماعه زي الفران، يعني مش الفران بتاعتنا، لا لا، بصراحه احلى والطعم احلى واحلى. هنا الرغيف ده انا فتحته كده من جوه علشان اطمن كده واشوف الاخبار، بس بصراحة نتيجة مرضية جدا جدا. بس هنفتح كمان واحد مع بعض كده علشان نشوف النتيجة بتاعت شغلنا برضو كانت ايه. يلا بينا نشوف. افتح كده الرغيف يا جماعة ونشوفه من جوه عامل ازاي. عامل يا جماعة زي التوست من جوه بالظبط، نفس نظام التوست. شايفين الهشاشة والطراوة من جوه عاملة ازاي؟ شايفين المسامات بتاعت العيش من جوه عاملة ازاي؟ حاجة كده يا جماعة مرضية، وحاجة بصراحة كمان الطعم بتاعها تحفة جدا جدا، وكمان مغذية لولادنا. لو بنستفاد يا جماعة من الفيديوهات نشترك في القناة ونعلق اي حاجة ما انتوش فاهمينها عرفوني. نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وتابعوني دايما على صفحتي مملكة الحلويات. وشكرا.